شوف صدق او لا تصدق، لان انا شخصيا ما كنتش مصدقه. يعني كنت حاسه ان انا في مسلسل عربي هابط، في فيلم من افلام السبكي. كنت حاسه لا يعني ده مش حقيقي، اكيد انا بحلم. كنت في عيادتي من كام يوم، لقيت بنوته داخله عليا ومعاها 2 ستات كده كلهم لابسين اسود وشكلهم يحزن، يعني زي ما يكون عندهم ميت. البنوته شكلها طفله صغنونه، فماشي. قعدنا. خير يا جميل، عندك كام سنه؟ عندي 14 سنه. فواحده من الستتين اللي كانوا لابسين اسود راحت جايه نغزاها وقالت لي لا يا دكتوره دي عندها 17 سنه، هي بس متلخبطه عشان والدها لسه متوفي من شهرين. طب حبيبتي ربنا يرحمه وبتاع. ايه الشكوى جميل؟ انت متجوزه الاول ولا بنت؟ قالت لي انا متجوزه. طيب متجوزه من قد ايه؟ من شهر 7 اللي فات، يعني تقريبا احنا داخلين في 3 شهور. تمام. خير يا سكر، ايه الشكوى؟ فواحده من الستات اللي واقفه معاها بتنغزها للمره الثانيه. قولي لها يا حبيبتي هو انت مكسوفه من الدكتوره؟ هي جايه تتابع حمل يا دكتور. ماشي يا حبيبتي. طب اخر دوره جات لك امتى؟ معرفش عشان ما كانتش بتجيلي من قبل الفرح. طيب اتفضلي اطلعي على السرير نبص كده على مقاسات العيل ونشوف ايه الدنيا. طب يا حبيبتي انت ما بصيتيش على محدش دكتور تاني بص عليكي قبلي قال لك مثلا بتكملي الشهر يوم كام؟ لا والله يا دكتوره اصل احنا ما كشفناش، موت باباها ده جه فجاه واحنا ما كشفناش. ماشي. طبعا انا يعني انا مش عبيطه، انا ده مش منظر واحده متجوزه قريب، يعني مش هقول مش متجوزه خالص، مش متجوزه قريب. طيب طلعت على السرير ابص بالسونار، البيبي بسم الله ما شاء الله اللهم بارك 2 كيلو ونص، عيل في نص الشهر الثامن. فسالتها حبيبتي هو انتم متاكدين من ميعاد الفرح؟ جايز وفاه والدك ملخبطاكي. قالت لي لا انا متاكده متجوزه في شهر 7. طبعا انا فاهمه الفوله دي لا متجوزه ولا نيله. المهم طلعت بره الاقي بقى الست واقعه على باب العياده والناس عمالين يسندوها، وواحد من الناس اللي بيسندها بقى الست بقى واقعه على الارض مفرفره فعلا يعني. اللي بيقومها الحقونا يا جماعه ده ما فيهاش نبض الست ماتت. طبعا انا ما وقفتش ولا بصيت في ايه وماليش دعوه. ليه ماليش دعوه بقى؟ عشان ستي الله يرحمها كانت ست محترمه، كانت تقول لي دايما يا وسام يا بنتي اوعي تبقي الخلف الخرا لاهلك. فانا ما كنتش فاهمه يعني ايه يا ستي الخلف الخرا ده. تقول لي ما هو دايما يا بنتي الخلف الخرا كده بيجيب لاهله النعله. فالمثل ده جه في دماغي ساعتها، فما تعاطفتش مع الست ببصله بصراحه، لان دي تربيه ايدك، ودي نتاج حصاد اللي انت عملتيه السنين اللي فاتت. فاحنا ده اللي بقينا عايشين فيه اكشوال. يعني انا مش عارفه احنا وصلنا لده امتى. وصلنا له بقى من اول بقى ما بدانا نقول الست مش ملزمه بقى والتربيه الايجابيه، وبنتك تروح رحلات مع اصحابها وتبات بره البيت، ما هي تربيه ايجابيه بقى. ما اعرفش اسالها انت رايحه فين وجايه منين، عيب. انت بتربي تربيه ايجابيه، دي لا مؤاخذه تربيه وسخ، دي مش تربيه ايجابيه. لما نيجي نقعد نلاقي بناتنا في الاخر بنتك جايه لك حامل من مش عارفه هي حامل من مين. هو احنا عايشين في شيكاغو؟ هو احنا بقينا عايشين في امريكا؟ يعني احنا لسه في مصر. هو ايه اللي بيحصل ده؟ لا والله انا حاسه ان انا في فيلم عربي. ايه بجد اللي بيحصل؟ نقيب أطباء القاهرة تقدم شكوى ضد طبيبة النساء والتوليد في واقعة فيديو إفشاء أسرار المرضى. انتقدت الدكتورة شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة قيام طبيبة نساء وتوليد ببث فيديو مباشر على صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تتحدث فيه عن بعض الوقائع الخاصة بمرضاها، مؤكدة أن دور الطبيب هو العلاج فقط والعطف على المريض وليست محاسبته. وأضافت غالب في تصريحات لها: نحن أقسمنا على معالجة الصالح والطالح وكذلك العدو والحبيب، وليس دورنا تقييم المجتمع والناس ومحاسبتهم على أفعالهم، مؤكدة أنها تقدمت بشكوى ضد الطبيبة صاحبة الفيديو الشهير لاستدعائها بالنقابة العامة والتحقيق معها. وأوضحت رئيسة نقابة أطباء القاهرة أنها تقدمت بالشكوى هي وأحد أعضاء مجلس إدارة النقابة بمحافظة سوهاج وأحد أعضاء النقابة بمحافظة المنوفية، منتقدة الألفاظ التي استخدمتها الطبيبة في تعبيراتها التي لا تمت المهنة الطب ولا الأطباء بصلة، مشيرة إلى حديثها عن رفض مساعدة والدة أحد المرضى عند وقوعها على الأرض، مضيفة: هذه ليست مهنتنا ولا أداة مهنتنا، احنا بنعالج الجميع. واستنكرت غالب اتهام الطبيبة لسيدات مصر بالإجماع وطلب عمل تحليل DNA، مضيفة أنها تثير البلبلة وتسيء لسمعة مصر والمصريات أمام العرب والأجانب والعالم أجمع.
لابد أن تحاسب على ما قالته في هذا الفيديو.